هتحج في رمضان كل يوم وعلى ضمانتي ان شاء الله 6 مرات كل يوم حج نافله، ايه رايك؟ مستعد؟ طبعا مستعد. حلو قوي. هتصلي ال5 صلوات الفرائض في المسجد، حاضر في المسجد، حلو كده. طب والستات لو عايزين يصلوا في المسجد مع ازواجهم او اخواتهم او ابائهم وامهاتهم يروحوا مفيش مشكله، لكن المراه عموما مش مطالبه بصلاه الجماعه، فلو صلت الصلاه في وقتها مباشره اول ما تسمع الاذان تقوم تصلي السنن والفريضه في وقتها هيتكتب لها نفس الاجر بفضل الله. يبقى 5 حجات هناخدهم ب5 صلوات فرائض. ايه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره اجر الحاج المحرم. نعيد الحديث، عيد الحديث، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة يعني فريضة فاجره اجر الحاج المحرم. يبقى كده حجينا في اليوم 5 مرات نافلة. طب والحجة السادسة؟ الحجة السادسة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. 1000 مبروك حج. 6 حجات في يوم واحد، في يوم واحد يا مسلم 6 حجات. اقول لي اصرخ؟ مش عارف والله من كتر الفرحة بجد عايز اصرخ اسمع الدنيا كلها. 6 مرات هتحج فيهم بان انت تصلي الصلاة ال5 في جماعة في المسجد حاضر خلف الامام، تمام؟ والمرة السادسة ان انت في صلاة الفجر هتصلي الفجر وتقعد تذكر ربنا. مش هنجيب سيرة فلان وعلان، مش هنقعد بقى نقول فلان وجاب وعمل وسوى، هنقعد نذكر ربنا. نذكر ربنا يا جماعة؟ لا، كل واحد لوحده. خلصت الاذكار الصباح عايز تقرا قران اقرا قران، عايز تصلي على النبي لازم تصلي على النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، عايز تستغفر عايز تسبح اعمل اللي انت عايزه لحد اقرا على النتيجه كده. النتيجه مثلا الشروق الساعه كام؟ مثلا لو الشروق الساعة 6 اقعد ل6:15 بعد الشروق بتلت ساعة وقوم صلي ركعتين و1000 مبروك اتكتب لك حجة وعمرة تامة 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 بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. 6 مرات هتحج في اليوم، يعني في الشهر كم مرة؟ هتحج 180 مرة. يا بختك.